وقت من اول مدرب اشتغل وياكم على هذا بناء اللعب؟ قال لك انت سعد مدافع لا تشوت، تستلم كره تعطيها مدافع اليمين، ينضم اللاعب الوسط يعطي الكره، وهكذا الان. شو وقت بديت تتعلم هاي بصراحه؟ يعني بصراحه من اجى المدرب كاساس؟ ليش انا كل المدربين قبل كانوا يقولون وبالتمرين بس ما ننفذه بالملعب. اشتغل مرات بالملعب المدرب ينضغط اكثر من يقول لك شوت ابعد. طبعا المدرب كاساس اكو مباريات عندنا، مباراه اندونيسيا نعم تعرف قال ممنوع واحد يلعب باص للامام، واذا لعبتوا باص شوف ايش راح يصير بالمباراه، كانما قاريها المباراه. لعبنا باص انقطعت راح تصير اهداف. قال سعد يستلم او يبين المدافع، يستلمون المدافع اليمين او اليسار، واليسار يلعب ورا المدافع اليسار مالتهم. تدري نجحت عندنا وسجلنا وصار عندهم طرد. المدرب له قراءه، هي مو كل مباراه يقول لك. المدربين السابقين ما كانوا يحملون هاي القراءه، يعني مو يخافون. لا هو شوف مرات المدرب المحلي لانه هو اصلا يعرف نفسه بانه ما مدرب هذا اللاعب من كان صغير، ما متعلم على صح، فما يعطي واجب راح يفشل به. ما ليش قلت لك احنا الخلل بالمدربين، الخلل بالاتحاد، الخلل بكل المنظومه. ترى استوت عدلت، كابتن عدنان سوى تغيير شامل بالرياضه. كان قبل ما عندنا ملاعبنا ترابيه، الزموا شو تياول يوصل اكثر هو يوقع هذا. صراحه يعني انا اقول لك هسه بدا كابتن عدنان، انا مو مجامله بس الحق يقال انه كابتن عدنان سوى تطور ويحتاج بعد، لان احنا راجعين شلون من مخلفات حرب بالرياضه، انا هيك اسميها. كنا دوري اعتبره دوري فرق شعبيه، ملاعب كلها الكره الطب تصعد لراسك، فما تقدر اصلا تسوي لا دربل ولا ابد مستحيل. بس حتى مع المنتخب وهذا ينسحب للمنتخبات الوطنيه، يعني احنا بالدوري من نلعب وكل لعبنا طبيعي. خليني اقول لك، شبكة نجوم الرابعة، اشتراك واحد محتوى متعدد.